كان أبي مسعود الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه في يوم من الأيام يضرب غلامه بالصوت، فسمع صوتا من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ولكنه كان غاضبا لدرجة أنه لم يتيقن من صاحب الصوت، فاقترب منه فإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار. قال: والذي بعثك بالحق لا أضرب عبدا بعده أبدا. يقول رضي الله عنه بعد ذلك: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك اليوم أبدا.